هنجرب النهارده مطعم بيتي اللي في طرح البحر جنب عبده كفتة. المكان صغير قوي وبسيط، تقريبا 5 ترابيزات بس. ده المنيو بتاعهم، اسعارهم تعتبر معقولة شوية. اللحوم هنا بلدي، عشان كده اسعار اللحوم هتلاقيها عالية شوية، وخصوصا الكباب والحاجات اللحمة الصافي. طلبنا ميكس جريل ونص فرخة على الفحم، معاهم فتة سادة ونص كيلو محشي مشكل. نزل لنا مع الاكل عيش كان سخن العيش، واتنين سلطة خضراء واتنين طحينة وتومية. الطحينة كانت ممتازة بس التومية ما عجبتنيش. دي الفتة السادة، ما شاء الله حجم الطبق كبير جدا بالنسبة لسعره. الرز كان سخن، بس كان مشكلتها فيها عيش كتير وكان العيش طري بزيادة. مش دي المشكلة، أكبر مشكلة كانت في الصلصة، ما كانتش مظبوطة وكانت حادقة شوية. الصلصة دي لو اتظبطت الفتة دي هتبقى ممتازة جدا، خصوصا بالنسبة للحجم. ده الميكس جريل تمنه 330 لو مع سلطات وعيش، لو بالرز والبطاطس بيبقى 360. بيتهيألي سعر معقول شوية. قطعتين كفتة واتنين كباب، اتنين شيش واتنين ريش وواحدة سجق مشوي. كمية الرز كويسة، المشاوي كلها حلوة وتتبيلتها مظبوطة، حتى السجق مع انه مشوي على الفحم فده بيخلي طبعا السجق ينشف، بس طعمه كان حلو. الرز المبهر برضو كان ممتاز، والبهارات فيه مظبوطه، ما كانتش زياده قوي. المحشي كله كان ممتاز، مفيش فيه حاجه ما عجبتنيش. مستوي كويس ومش معجن، وكميه الصلصه بتاعته مظبوطه. الفراخ المشويه حلوه نظيفه، حجم الفرخه مش بطال، وسط. تتبيلتها كويسه ومستويه كويس. بس دي كانت تجربه مطعم بيتي، اكل حلو واسعار مقبوله. سلام. هنجرب النهارده مطعم بيتي اللي في طرح البحر جنب عبده كفته. المكان صغير قوي وبسيط، تقريبا 5 ترابيزات بس. ده المنيو بتاعهم، اسعارهم تعتبر معقولة شوية. اللحوم هنا بلدي، عشان كده اسعار اللحوم هتلاقيها عالية شوية، وخصوصا الكباب والحاجات اللحمة الصافي. طلبنا ميكس جريل ونص فرخة على الفحم، معاهم فتة سادة ونص كيلو محشي مشكل. نزل لنا مع الاكل عيش كان سخن العيش، واتنين سلطة خضراء واتنين طحينة وتومية. الطحينة كانت ممتازة بس التومية ما عجبتنيش. دي الفتة السادة، ما شاء الله حجم الطبق كبير جدا بالنسبة لسعره. الرز كان سخن، بس كان مشكلتها فيها عيش كتير وكان العيش طري بزيادة. مش دي المشكلة، أكبر مشكلة كانت في الصلصة، ما كانتش مظبوطة وكانت حادقة شوية. الصلصة دي لو اتظبطت الفتة دي هتبقى ممتازة جدا، خصوصا بالنسبة للحجم. ده الميكس جريل تمنه 330 لو مع سلطات وعيش، لو بالرز والبطاطس بيبقى 360. بيتهيألي سعر معقول شوية. قطعتين كفتة واتنين كباب، اتنين شيش واتنين ريش وواحدة سجق مشوي. كمية الرز كويسة، المشاوي كلها حلوة وتتبيلتها مظبوطة، حتى السجق مع انه مشوي على الفحم فده بيخلي طبعا السجق ينشف، بس طعمه كان حلو. الرز المبهر برضو كان ممتاز، والبهارات فيه مظبوطه، ما كانتش زياده قوي. المحشي كله كان ممتاز، مفيش فيه حاجه ما عجبتنيش. مستوي كويس ومش معجن، وكميه الصلصه بتاعته مظبوطه. الفراخ المشويه حلوه نظيفه، حجم الفرخه مش بطال، وسط. تتبيلتها كويسه ومستويه كويس. بس دي كانت تجربه مطعم بيتي، اكل حلو واسعار مقبوله. سلام.